قصير، بمعنى أنك لا تحتاج إلى تعريف لكي تعرفه. سماحة العلامة السيد مرتضى الكشميري ممثل آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله يتقدم مشكورا لاستلام هديته في التكريم، فأهلا ومرحبا به. الموسوعة الحسينية هي أعظم وأكبر وأضخم عمل يجمع تراث الإمام الحسين، وكل ما قيل وكل ما قيل وكتب من شعر ومن نثر ومن كل الأدبيات الإمام الحسين سلام الله عليه جمع في هذه الموسوعة الضخمة التي تعتبر واحدة من أكبر دوائر المعارف في هذا العالم. جمعها رجل سخر وقته ليله ونهاره، سخر جل ما يمتلك لهذا العمل الكبير، وكانت هناك له سواعد كثيرة، وهو ينجز هذا العمل بعزيمة وإصرار. إنه الشيخ محمد صادق الكرباسي، هو ثالث المكرمين، ينوب عنه الأستاذ الدكتور نظير الخزرجي بالنيابة يستلم هذا التكريم، فليتفضل مشكورا. دقيقة واحدة. السلام عليكم. متحدث معكم دكتور نظير الخزرجي، أمثل المركز الحسيني للدراسات، وأنوب عن الشيخ آية الله الدكتور محمد صادق الكرباسي. هذه الموسوعة التي تكرم اليوم من المجلس الحسيني، أقول خارطة المملكة المتحدة أي لندن تفتخر بهذا المجلس الحسيني الذي نافع على 30 عاما من وجوده، وعمق من بصمة الحسين في هذا الوطن. ومن المفارقات أن تكون أكبر موسوعة للحسين تنطلق من لندن، وهذا فخر لنا، مع أننا نشعر بالحزن أن تكون الموسوعة خارج دائرتها يعني كربلاء، ولكن هذا هو الظروف، هذه هي الظروف. نحن نفتخر أن تكون في لندن مسيرة حسينية، وأن تكون في لندن أفراح وأتراح تتولاها أو يتولاها المجلس الحسيني. كذلك نفخر أن تكون في لندن أكبر دائرة معرفية وصلت حتى اليوم 900 مجلد، طبع منها حتى اليوم أكثر من 100 مجلد، في كل مجلد نحو 520 صفحة. أشكركم وأشكر المجلس الحسيني، وأتمنى لكم كل خير. مع السلامة. سماحة السيد هاشم شبر خطيب حسيني مثابر ومصر، وهو صوت دائما يتغنى بلوعة أهل البيت وبمأساة الحسين، صوت له حضوره منذ أن بدأ ولحد هذه اللحظة. أتمنى أن يستمر في عطائه في هذا الجانب. إنه سماحة السيد هاشم شبر، فليتفضل. أرجو من أقرأ الاسم يعني قبل ما أقدم
اللي تقدم هذا حتى نحافظ على الوقت، أو على الأقل نقدر الوقت نتمسك به ومن وقت نخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسعدني أن أقف في هذه اللحظة أمام سادتي العلماء والمشايخ الحجج والأخوة والأخوات، وأن أكرم بهذه الهدية الثمينة، وأشعر أنني لم أقدم شيء، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يثبت قدمي على هذا الخط ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. رجل أحبه كثيرا، دمث الأخلاق، دائم البسمة، لين العريكة، جميل في كل شيء، في خلقه وخلقه، إنه السيد سعيد الخلخاضي. هذا الرجل الذي لم أصادف أحدا إلا وكان يحمل له الحب والاحترام. وأجمل ما في السيد سعيد هذه الابتسامة الدائمة على وجهه، فأهلا وسهلا به وحياه الله. شكرا. أهلا وسهلا. علم من أعلام العراق، شخصية وطنية، غيرة على الإسلام، كان يحمل هم الشارع وهم الناس، وما أن يكلفه أحد إن كان في دمشق أو في غيرها إلا وكان ساعيا للخير. الأخلاق الجميلة لن تفارقه حتى وفاته عام 2008. شاعر كبير أوقف شعره على الوطن والحسين. إنه سماحة الشيخ محمد جواد السهلاني رحمة الله عليه، الذي ولد في النجف وهو ابن البصرة البار وصاحب مسجد السهلاني في البصرة. الشيخ الجليل محمد جواد السهلاني عرفته في نهاية الثمانينات في دمشق، كان يلهج بحب العراق، وكان شغله الشاغل هو العراق. يكرم اليوم من قبل المجلس الحسيني، ويتفضل سماحة الشيخ هيثم السهلاني نجله البار وصاحب حقيقة الإطلالات الكبيرة والمهمة في المؤتمرات العالمية لنقل صورة أهل البيت عليهم السلام، إنه الشيخ هيثم السهلاني. شاعر آخر له دواوين، نسأل الله له الشفاء وهو على فراش المرض اليوم.
لكن أنفاسه لن تفارق هذه الجموع ولن تفارق هذه المجالس. إنه شاعر رقراق وتغنى بحب الحسين وقرأت له القصائد في المحافل العامة. إنه السيد محمد رضا القزويني شافاه الله وعافاه وألبسه ثوب الصحة والعافية. يتقدم نيابة عن سماحة العلامة السيد مصطفى القزويني، الرجل الذي عرفناه في كل المحافل وهو ينقل إلى غير المتحدثين باللغة العربية والمتحدثين بالإنجليزية ثقافة أهل البيت عليهم السلام. جمعتنا يوم من الأيام صدفة جميلة مع سماحة السيد مصطفى القزويني في مكة، وكان مدافعا شرسا أمام هؤلاء الأوباش الذين تعرضوا لنا وكنا في منى. وكان موقفا بطوليا شجاعا من السيد مصطفى القزويني، هذا الرجل الذي أجله وأحترمه كثيرا كما يحترمه الجميع، فأهلا وسهلا به. شكرا جزيلا.